بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس 28 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله. ونحن نشرح اليوم أوائل كتاب الحج، وهو الكتاب الأخير من كتب الفقه من هذه المنظومة المباركة. والحج هو ركن الإسلام الخامس بعد الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام، وهو فرض على كل مكلف قادر بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى مرة في العمر. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين لا خلاف فيه، وركنيته ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فإن من أنكره وجحده فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وأما من تركه مع القدرة فهذا فيه خلاف عند أهل العلم على ما سبق بيانه من خلافهم في تارك المباني الأربعة. جاء في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه عن بعض السلف ما يدل على تكفير تارك الحج. ولكن مما يشكل على هذه القضية، يعني على القول بتكفير تارك الحج، أنهم مختلفون في وجوب الحج، هل هو على الفور أم على التراخي. فذهب قوم من أهل العلم إلى أنه واجب على الفور، ومعنى ذلك أن من وجدت عنده القدرة البدنية والمالية فيجب أن يبادر إلى أداء الحج، وإن لم يفعل فإنه يكون آثما بتأخيره. وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أنه على التراخي، بمعنى أنه لا بأس أن يؤخره مع القدرة عليه. والخلاف في جزء كبير منه مبني على قضية متى فرض الحج، وذلك أن العلماء مختلفون في ذلك على أقوال. فقيل إن الحج فرض في سنة 5 أو 6 للهجرة، وقيل إنه ما فرض إلا في سنة 9 للهجرة. فعلى القول بأن الحج فرض في سنة 5 أو 6 للهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة 10، وهذا قد يستدل به على أن الحج على التراخي، على أن وجوب الحج على التراخي، لأن الحج فرض في سنة 5 أو 6، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلا في السنة 10، فهذا التأخير يدل على أن وجوب الحج على التراخي.
وهذا الاستدلال محل نظر حتى على فرض القول بأن الحج فرض في سنة 6 من الهجرة. هذا الاستدلال محل نظر لما لا يخفى من الأحوال التي كانت عليها مكة في تلك الآونة، ومن شروط تعين الحج ووجوبه الأمن في الطريق وفي الحجاز وفي مكة ونواحيها ونحو ذلك من الأمور، وهذا فيما يبدو لم يكن متوفرا آنذاك، على أنه قد يقال مع ذلك فقد وجب الحج وأمنت السبل بعد فتح مكة، ومع ذلك حج بعض المسلمين في السنة 9 وحج بهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. فهذا موضع الاحتمال في هذه المسألة، على أن فرض الحج في تعيين وقته خلاف عند أهل العلم كما ذكرنا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذكرنا من أنه فرض في سنة 5 أو 6، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه في سورة البقرة، وهذه الآية في سياق الآيات الواردة في قصة الحديبية، فقالوا فهذا الأوان الذي فرض فيه الحج. وقال آخرون هذه الآية إنما تدل على وجوب الإتمام لا على وجوب الحج والعمرة، بمعنى من شرع في حجه أو في عمرته يجب عليه الإتمام، لأن لفظ الآية وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا وأما فرض الحج فبسورة آل عمران لا بسورة البقرة، لا بالآيات الواردة في سورة البقرة، وذلك بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في آل عمران. قالوا وهذه الآية جاءت في سياق الوفود ولها ارتباط، يعني في أوائل سورة آل عمران التي فيها ذكر الوفود خاصة وفد نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع بينهم طلب المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا وهذا متأخر، فإذا أوائل سورة آل عمران متأخر على ما ذكر في سورة البقرة، وعليه فيقولون لا، ما فرض الحج إلا بهذه الآية الواردة في سورة آل عمران، وهذا ما كان إلا في السنة 9. فإذا هذا محل خلاف عند أهل العلم، ويترتب عليه خلاف في هل الحج واجب على الفور أم على التراخي. ولكن على الأقوال جميعها فإننا نقول إن العبد ينبغي أن يبادر إلى الحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك، وذلك لأنه حتى على القول بأنه على التراخي فإن الإنسان لا يأمن على نفسه ما يقع له فيما بعد في حياته، ولا يأمن أن تعرض عوارض وتوجد عراقيل وأسباب قد تمنعه من أداء الحج فيما يستقبل من أيامه، ولذلك عليه أن يبادر إذا استطاع، لأن الحج له صعوبة خاصة ليس كالصلاة والعبادات الأخرى، له صعوبة خاصة من جهة وجود يعني الحاجة إلى القدرة البدنية، وهذا لا يضمن الإنسان أنه يستمر عليه في حياته كلها، والحاجة إلى القدرة المالية، وهذا أيضا لا يضمن الإنسان أن يبقى عنده من المال ما يؤهله للحج، والعراقيل الأخرى التي وجدت في هذا الزمان من التأشيرات ونحو ذلك من الأمور التي تصعب الحج على كثير من الناس، فلذلك ينبغي على المسلم أن يبادر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فرض الحج إذن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع لا إشكال فيه،
الكتاب ذكرنا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي فيه ذكر المباني الخمسة التي بني الإسلام عليها. بني الإسلام على خمس، ومنها حج بيت الله. والإجماع لا إشكال فيه، هو إجماع قطعي لا يخالف فيه أحد من المسلمين. والحج كما ذكرنا فرض مرة واحدة في العمر، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ وهذا يستدل به في علم أصول الفقه على أن الأصل في الوجوب إفادة التكرار إلا لقرينة. قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهكذا في أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. الحج له شروط، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، هذه شروط الوجوب. الحرية لا يجب على العبد، والبلوغ لا يجب على غير البالغ ولكن يصح منه، وهذا لا إشكال فيه، لحديث التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملت صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالصبي له حج، أي يجوز حجه، وحجه منعقد، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بمعنى أن الحج صحيح وإن كان لا يجب عليه، ولكن مع ذلك مع صحته فإنه يحتاج إلى إعادته إذا كان بالغا. قلنا الحرية والبلوغ والعقل هذا لا إشكال فيه، لا يجب الحج ولا العبادات كلها على فاقد للعقل. والاستطاعة هذه الأربعة كلها تسمى شروط وجوب. الاستطاعة سيأتي الكلام عليها. هذه الشروط الأربعة تسمى شروط وجوب. معنى كونها شروط وجوب أنها تشترط للوجوب. فإذا قلنا الحرية شرط وجوب، معنى ذلك أن الحج لا يجب على العبد، ولكن لو فرضنا أن العبد حج فإن حجه يقع صحيحا، لكنه لا يقع منه إلا نفلا ولا يسقط به الفرض. ونفس الشيء بالنسبة للبلوغ، فإذا وقع ونزل وحج الصبي غير البالغ فإن حجه صحيح، ولكنه يقع منه نفلا ويحتاج إلى إعادته بعد البلوغ. ونفس الشيء بالنسبة للعقل، لو فرضنا أن فاقد العقل بسبب من الأسباب حج فإن حجه يقع منه نفلا. لكن في الاستطاعة هنالك فرق. الاستطاعة شرط وجوب، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، ولكن لو أن غير المستطيع تكلف وأدى الحج فإن الحج الذي وقع منه يقع منه فرضا ويجزئه عن حجة العمر. فرضنا مثلا أن شخصا مريضا لا يستطيع مثلا الحركة أو التنقل إلا بجهد بالغ، لكنه كلف نفسه وشق على نفسه وتكلف الحج وحج، نقول
حجه صحيح ويقع عنه فرضا لا نفلا بخلاف العبد والصبي وغير العاقل، ويجزئه هذا الحج عن حجة العمر فلا يحتاج إلى إعادة. هذه هي الأمور المتعلقة بشروط الوجوب. وأما شروط الصحة فيذكر الفقهاء أن هنالك شرطا واحدا من شروط الصحة هو الإسلام. بمعنى أن الإسلام بمعنى أن الحج لا يصح من الكافر. الحج لا يصح من الكافر، هذا واضح. وهل يجب عليه أو لا يجب؟ هذا فيه الخلاف المشهور الذي المعنى إليه آنفا وهو الخلاف في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. على مشهور المذهب يجب عليه، ومعنى وجوبه عليه معنى وجوبه عليه أنه يحاسب عليه إن تركه فوق محاسبته على الكفر. جيد. إذن شرط الصحة الإسلام فقط. نرجع إلى شروط الوجوب. ذكرنا من شروط الوجوب الاستطاعة، والاستطاعة متفق إجمالا بين العلماء على اشتراطها، وذلك لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الشرط منصوص عليه في الكتاب، ولذلك فهو شرط متفق عليه، لكنهم اختلفوا في حدود وضوابط هذه الاستطاعة. فيمكن أن نقول مجملا إن العلماء مجمعون على أن الشرط أن الاستطاعة هي بالبدن والمال مع الأمن. الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال مع الأمن، أي مع أمن السبيل، بأن لا يكون، لأنه قد يكون الشخص مثلا عنده مال وعنده قدرة، ولكن الطريق بينه وبين الحج فيها خوف، وفيها قطاع طرق، وفيها أصحاب مكس، وفيها أشياء مخيفة، فهذا لا يجب عليه الحج ولا يعد مستطيعا. جيد. طيب، الآن اختلفوا في تفصيل هذه الاستطاعة البدنية والمالية. فعند الشافعية والحنابلة والحنفية أن شرط هذه الاستطاعة الزاد والراحلة، أن شرط الاستطاعة الزاد والراحلة. وأما عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى فإنه يقول: ليس وجود الراحلة شرط وجوب في حقه، بل يجب عليه الحج إذا استطاع المشي. إذا استطاع المشي من بلده إلى الحجاز إلى مكة فإنه يجب عليه الحج، فليست الراحلة عنده شرطا في الاستطاعة. وأيضا الزاد عند مالك رحمه الله تعالى ليس شرطا. قال مالك: إذا كان يمكنه أن يكتسب في الطريق، يعني هو في بلده ليس عنده مال وليس عنده زاد، فبالنسبة للجمهور هذا لا يجب عليه الحج. مالك يقول: ينظر، إذا كان يستطيع أن يكتسب مالا وزادا خلال طريقه فحينئذ يجب عليه الحج. يجب عليه الحج. فإذن هذا الفرق في تفسير الاستطاعة بين المالكية وبين الجمهور. وقد ورد في هذا المعنى أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم
من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث في الحقيقة لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له طرق كثيرة ولكن كلها طرق ضعيفة، وإنما يصح يعني مقطوعا عن الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، أو على كل حال لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمهور ذهبوا إلى هذا الحديث واعتمدوا عليه في تفسير الاستطاعة، وأما مالك رحمه الله تبارك وتعالى فعلى فرض صحة الحديث يقول: هذا الحديث يحمل على من لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق. هذا الحديث محمول عنده على الذي لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق. وفي الحقيقة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحديث لا يصح، فإن مذهب مالك في المسألة قوي، وعليه نترك الاستطاعة دون تفسير معين، لأن الاستطاعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخلفاء الراشدين غير الاستطاعة في زمننا. حتى تفسير الزاد والراحلة بمصطلحات العصر يصعب جدا. لذلك نقول مطلقا الذي نستطيع أن نقوله إن الاستطاعة البدنية والمالية مطلوبة، لكن بدون تفسيرها بالزاد والراحلة. المقصود أن يكون الحاج، أن يكون المكلف قادرا في بدنه على تكاليف الحج، سواء في الذهاب والرجوع أو في أداء المناسك هنالك في مكة. والقدرة المالية بأن يكون المكلف قادرا على أن يؤدي مصاريف الحج المالية، وهي معروفة في هذا الزمان مضبوطة، خلافا للأزمنة السابقة فقد كانت تتغير بحسب ما يقع، لأن السفر كان يطول جدا ويدوم شهورا، هذه الاستطاعة تختلف وتتغير. لكن الآن أغلب الناس يؤدون مصاريف الحج المالية قبل الذهاب، فتكون المصاريف مجملا معروفة عندهم. هذا ما يمكن أن نقوله عن الاستطاعة. بقي شيء آخر يدخل في باب الاستطاعة ويدخل في شروط الوجوب عند جماعة من الفقهاء، وهو خاص بالمرأة، وهو وجود زوج أو ذي محرم. فاختلف الفقهاء هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم حال كونه مطاوعا لها على الخروج، هل هذا شرط أم لا؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تبارك وتعالى، ومعهما جماعة من الفقهاء ومن التابعين وغيرهم، إلى أن وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في الوجوب. بعبارة أخرى، إذا وجدت امرأة ليس لها ذو محرم، ليس لها زوج ولا ذو محرم، فهذه لا يجب عليها الحج أصلا. أو عندها زوج أو عندها ذو محرم ولكنه لا يطاوعها على الحج، لا يريد أن يسافر معها لأداء الحج، فهذه أيضا يسقط عنها وجوب الحج. هذا مذهب الحنفية والحنابلة في مشهور مذهبه. المذهب الثاني هو مذهب مالك والشافعي، يقولون هذا ليس شرطا، وإنما تخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، إذا وجدت رفقة مأمونة، يعني قافلة فيها رجال ونساء مأمونون من أهل الصلاح والخير
يمكن أن تؤدي حجة الفرض معهم ولو مع عدم وجود ذي محرم. وسبب الخلاف بين الفريقين هو تعارض النصوص في هذا الباب. فعندنا من جهة نصوص تدل على وجوب أداء الحج، وهي نصوص عامة تشمل الرجال والنساء، وجوب أداء الحج. وبالمقابل عندنا نصوص أخرى تدل على عدم جواز سفر المرأة بغير ذي محرم، كالحديث الذي ثبت عن أبي سعيد الخدري، وأيضا أحاديث أخرى عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. إذن تعارض عندنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى، فالذين غلبوا عموم أحاديث وجوب الحج قالوا فإذا تحج مطلقا، يغلبون ذلك العموم، تسافر ويجب عليها الحج وإن لم يكن معها ذو محرم، لكن يشترطون الرفقة المأمونة لدفع المفاسد المترتبة على سفر المرأة لوحدها. والآخرون يخصصون عموم ذلك الحديث، يعني أحاديث وجوب الحج العامة، يخصصون عمومها بهذا الحديث، فيقولون: نعم يجب على الرجال والنساء جميعهم الذهاب إلى الحج، لكن يخص من ذلك المرأة التي ليس معها ذو محرم. وهذا في الحقيقة أولى وأقرب إلى مراعاة الأصول، لأن نصب المعارضة بين عام وخاص ليس من الأصول المعتبرة، وإنما الصواب عند أهل أصول الفقه أن العام لا يعارض الخاص، وإنما العام يخصص بالخاص. فإذا وجد عندنا نص عام ونص خاص نقول لا تعارض بينهما، فإننا نخصص عموم النص العام بهذا الحديث الخاص. إذن هذا أولى من جهة أصول الفقه. لذلك الأرجح والله تبارك وتعالى أعلم أن المرأة إن لم تجد محرما لها أو زوجا مطاوعا لها فإن الحج يسقط عنها ولا تكون مطالبة بالحج أصلا. هذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، على أنني رأيت أن بعض الناس يذكر قضية الرفقة المأمونة في عموم الأسفار ويتوسع في هذا الباب كثيرا، وهذا محل نظر. فإن المالكية والشافعية الذين ذكروا جواز سفر المرأة في الرفقة المأمونة إنما يذكرون ذلك في السفر الواجب كحجة الفرض، ولذلك لا يجيزون ذلك في حجة النفل مثلا. كحجة الفرض هذه حجة واجبة، ويعني هذه سفرة واجبة. وقالوا مثلا امرأة كافرة أسلمت في دار الحرب عليها أن تهاجر إلى بلاد الإسلام، قالوا هذه لا نشترط أن يكون معها ذو محرم، وإنما تهاجر كيفما اتفق لها. هذا واضح لأن الهجرة هنا واجبة. فإذا قولهم بالرفقة المأمونة هذا ليس على عمومه، وإنما يذكرون ذلك في الحج، حج الفرض ونحوه من الأسفار الواجبة. ولذلك عقد هذا المعنى ناظم الرسالة، ناظم الرسالة في نظمه يقول وسفر الفتاة لا ذو محرم، وسفر الفتاة لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرم.
وسفر الفتاة لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرم إلا بفرض الحج عند مالك في رفقة مأمونة المسالك، إلا بفرض الحج عند مالك في رفقة مأمونة المسالك. فيشترط أنه في الفرض في حج الفريضة ويلحق بها الأسفار الواجبة كما ذكرنا آنفا، فإن ما ينبغي التوسع في هذا الباب. لذا لأن عندنا الحديث وهو حديث صحيح واضح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فالأصل أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا استثنينا شيئا فإنما نستثنيه لسبب، لنص معارض ولو في توهمنا، كأن نتوهم معارضة هذا الحديث مع أحاديث وجوب الحج أو مع أحاديث وجوب الهجرة ونحو ذلك، هذا يحتمل الخلاف الفقهي. أما أن نقول تسافر مطلقا بغير ذي محرم في أي سفر كيفما كان، طيب كيف أهدرنا هذا الحديث؟ كيف أهدرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ بأي دليل أو نص أسقطنا العمل بهذا الحديث؟ هذا لا يوجد. لكن ينبغي التنبه إلى هذا المعنى. هذا ما يمكن أن نقول عن الاستطاعة. بعد ذلك، قبل أن نبدأ في ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من أركان الحج، هنالك مسألة وهي نحتاج أن نذكرها على سبيل الاختصار قبل أن نشرع في ذكر أركان وواجبات الحج. هذه المسألة هي أن الحج يمكن أن يقع بطرق ثلاثة تسمى الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والتمتع والقران. هي الإفراد والتمتع والقران. فأما الإفراد فهو أن يحرم الحاج في أشهر الحج بالحج، يحرم بالحج يعني ينوي الحج فقط، يقول لبيك حجة ويؤدي الحج. فإذا فرغ من الحج نقول قد أتى بالحج على صيغة الإفراد. بعد ذلك إن أراد أن يعتمر أو لا يعتمر هذا شيء آخر، يعني يمكن أن يؤدي العمرة إن شاء، أو لا يؤدي، هذا شيء آخر. لكن الإفراد هو الإتيان بالحج منفردا، يحرم بالحج في أشهر الحج ويفرغ منه، هذا الإفراد. الصيغة الثانية هي التمتع، ومعناها أن هذا الحاج يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم في نفس العام يحرم بالحج. إذا التمتع هو أن يريد العمرة أولا ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في نفس العام. يعني مثلا شخص يذهب إلى مكة في شهر ذي القعدة مثلا من أشهر الحج، يحرم عند الوصول إلى الميقات المكاني وسيأتي بيانها، يحرم بالعمرة فقط ويدخل مكة ويؤدي العمرة، فإذا انتهى من العمرة يتحلل ويجلس في مكة وهو حلال، ويستمر على ذلك إلى أن يأتي الحج من ذلك العام، يعني في الشهر الذي بعده في شهر ذي الحجة، في يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية، يحرم مرة أخرى، ولكن هذه المرة يحرم بالحج. هذا يسمى تمتعا. لما هو متمتع؟ لأنه وجدت عنده مدة زمنية يتمتع فيها بالتحلل من الإحرام، وذلك بين عمرته وحجه. بين العمرة والحج عنده مدة زمنية قد تطول أو تقصر يكون فيها متحللا، فهو إذا متمتع، فتمتعه بهذا التحلل. النسك الثالث
هو الذي يسمى قرانا. والقران معناه أن يقرن بين العمرة والحج. كيف ذلك؟ معناه أنه يحرم بهما معا، يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج. يعني يقول لبيك حجة وعمرة، يحرم ينوي العمرة والحج معا، وهذا في أشهر الحج. فإذا يعني أداهما معا حينئذ ينتهي من الحج. ومعنى ذلك أنه إذا كان قارنا فإنه لا يتحلل بينهما، لا يتحلل بينهما، وإنما يحرم بهما معا بالعمرة والحج، ويتم أداء العمرة والحج معا دون تحلل. هذا هو القران. ويدخل في القران صيغة أخرى، وهي شخص أحرم بالعمرة، هذا جاء أحرم بالعمرة، ولكنه قبل أن يطوف، يعني جاء إلى الميقات المكاني، أحرم بالعمرة، لبيك عمرة، دخل مكة، قبل أن يطوف طواف العمرة ظهر له أن يدخل الحج على العمرة، فينوي الحج مع العمرة، لكن قبل الطواف يدخل الحج على العمرة، فحينئذ يصبح قارنا ويستمر على أداء المناسك بصيغة القران بالعمرة والحج معا دون تحلل بينهم. هذا هو القران. هذه الأنساك يعني بعض الأشياء قد تظهر لكم صعبة الآن، لكن سنذكر الأركان وسنذكر الواجبات وسنذكر فصلا نافعا حول صفة الحج، يعني من أوله إلى آخره، متبعين في ذلك للناظم. من المعلوم أن الناظم رحمه الله تعالى قد أتقن باب الحج جدا، وقد ذكر الشارح من يارى وغيره من العلماء أن الناظم بدأ هذه المنظومة بالحج، نظم كتاب الحج بعد رجوعه من حجته، ثم لما أنهى كتاب الحج ظهر له أن يكمل أبواب العبادات الأخرى، فزاد أبواب العبادات، ثم زاد مقدمة في العقيدة وخاتمة في التصوف. ولذلك يعني أتى بأشياء طيبة جدا في كتاب الحج وفصله تفصيلا نافعا. إذن سيأتينا مباحث بها يعني تتوضح الأمور. إذن هذه الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع. الآن أجمع العلماء على التخيير بين التمتع والإفراد والقران، إلا قولا شاذا لا نذكره الآن، وإنما الغالب والجمهور، جمهور العلماء بل هو يعني كالإجماع، أن المسلم يجزئه أن يأتي بحجه على أي صيغة من هذه الصيغ الثلاث، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وهذا حديث في الصحيحين. فمنا من أهل بعمرة هذا هو التمتع، لأن المتمتع يهل بالعمرة فقط. ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القران، لأن القارن يحرم بهما معا. ومنا من أهل بحج هذا هو الإفراد. فإذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا الإجماع إن شاء الله تبارك وتعالى قائم على جواز الأنساك الثلاثة، لكن اختلفوا في الأفضل من هذه الثلاثة، وهذا خلاف قديم ولا يمكن أن نحسمه الآن، لأنه خلاف من زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فمن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين. أي هذه الأنساك أفضل؟ فذهب جماعة من الصحابة إلى تفضيل التمتع، هذا مذهب جماعة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من التابعين، وهو مذهب أحمد
رحمه الله تبارك وتعالى في رواية، وهو أحد القولين للإمام الشافعي. وهنالك رواية عن الإمام أحمد يفصل فيقول: إذا ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. وما معنى سوق الهدي؟ الهدي هو الإبل أو يعني الأنعام من إبل أو غنم أو نحوها التي يسوقها الحاج من محل إقامته ويقلدها ويشعرها ثم يذهب بها كالهدية، كأنه يهديها، فيذهب بها إلى مكة في أيام الحج ويذبحها. هذا يسمى الهدي، هذا يسمى سوق الهدي، يعني أنه يسوق الهدي من محل إقامته إلى مكة. هذا التفصيل الذي في هذه الرواية عن الإمام أحمد من أين جاء؟ جاء من أن الأرجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه قرن، أنه كان قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجته. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة في بعد البعثة، فهذه الحجة اختلف العلماء فيها هل كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه كان قارنا، وأنه كان سائقا الهدي، لكنه منع كل من ساق الهدي، يعني هو ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من أن يتحلل حتى ينحر هديه. فدل هذا على أن الذي يسوق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن بمعنى أن لا يتحلل، لأن قلنا القران هو عدم التحلل بين العمرة والحج، الجمع بينهما. فكون النبي صلى الله عليه وسلم منع كل من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر هديه دليل على أن الأفضل في حق من ساق الهدي القران. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فإذا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يهل بعمرة، بمعنى أن يكون متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة ولا جعلتها عمرة، أي لتمتعت. فإذا هذا الحديث يدل مع ما ذكرنا من قبله يدل على أن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق الهدي وقرن، ولأنه منع من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر هديه. وأن الأفضل في حق من لم يسق الهدي التمتع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وهذا هو معنى التمتع. جيد. المسألة خلافية وفيها كلام طويل جدا ومباحث ومناقشات يعني قوية، ويمكن الرجوع إليها في كثير من كتب الفقه. يمكنكم أيضا أن تحيطوا بلب المسألة في كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه أفاض في هذه المسألة وذكر أدلة الفريقين وأتى بشيء يثلج الصدر إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا التمتع، هؤلاء من فضلوا التمتع. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى ترجيح القران، إلى أن القران أفضل، وهو رواية عند الشافعية، وهو قول الحنفية أيضا. مذهب هؤلاء واضح، قالوا القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وما كان الله عز وجل أن يختار لنبيه إلا الأفضل من الأنساك الثلاثة، فحيث كان قارنا فإن القران هو الأفضل. لكن يمكن أن يقال نعم القران أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه كان سائقا الهدي، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. هذا هو الذي يترجح إن شاء الله تبارك وتعالى. والقول الثالث تفضيل الإفراد، وهو
مذهب جماعة من الصحابة وهو مذهب المالكية، وقال به جماعة من الشافعية أيضا وغيرهم، وقالوا الإفراد أفضل، واستدلوا ببعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته. وهذا مبحث يطول بيانه و يعني ذكر يعني أدلة الفرق الثلاثة والطوائف، ويعني ذكر الأقوال والأدلة، هذا يطول بنا جدا. بل حتى قضية لما النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أصحابه في حجة الوداع بأنه لولا سوقه الهدي لتمتع، الحديث الذي ذكرت من قبل لو استقبلت من أمر مستدبر، حتى هذا هل هو لتفضيل التمتع على القران، أو أنه كما ذكر بعض أهل العلم جبر لخاطر الذين تمتعوا، لأن هؤلاء حزنوا حين لم يقرنوا كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فجبرا لخواطرهم قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلته عمره، يعني التمتع حسن أيضا. على كل حال هناك كلام طويل، لا يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي ما ذكرنا في هذا الباب. وابن حزم يعني يتشدد في المسألة ويقول إن الذي لم يسق الهدي فإنه يجب عليه التمتع، يجب عليه أن يحرم بعمرة ويتمتع. وقال إذا أحرم بحج يعني بقران أو إفراد فيجب عليه أن يغير إحرامه ويحوله إلى عمرة فقط ويتحلل. فإذا بالنسبة له التمتع هنا واجب فرض وليس أفضل كما هو مذهب الجماهير. إن كان يعني ابن القيم يعني له شيء يسير من الميل إلى هذا المذهب في زاد المعاد، لكنه يعني مع ذلك يعني يمكن أن ترجعوا إلى كلامه فإنه نفيس جدا. إذن ملخص المسألة الذي نقوله أن الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته، والراجح أن القران أفضل بالنسبة للذي يسوق الهدي، والراجح أن التمتع أفضل بالنسبة للذي لا يسوق الهدي. وأيضا نقول إن الأنساك الثلاثة كلها مجزئة صحيحة، وإنما الخلاف في أيها أفضل. بعد هذا نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى فنقول: يقول الناظم: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. الحج فرض مرة في العمر، هذا شرحناه. ثم قال أركانه إن تركت لم تجبري. الآن سيذكر أركان الحج. وأركان الحج الأربعة عند المالكية هي الأعمال التي لا يجوز له أن يتركها، ولا يتم حجه إلا بأدائها، ولا يمكنها أن تنجبر بالدم. لا يمكنها أن تنجبر بالدم، بخلاف الواجبات التي سيأتي ذكرها فيما بعد، فإنها تجبر بالدم. ولذلك قال: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، منها طواف من قدم إلى آخره. هذه الأركان أربعة، وهي الإحرام والسعي، أي السعي بين الصفا والمروة، ووقوف عرفة، والطواف أي طواف الإفاضة. قال: أركانه إن تركت لم تجبري. الإحرام هذا أصلها الإحرام، ثم خففت الهمزة، وهذا شيء مضطرد كثير في اللغة العربية، فصارت الإحرام. لما خففت الهمزة انتقلت حركتها إلى اللام. الأصل أن اللام كانت ساكنة، الإحرام، والهمزة كانت مكسورة،
لما خففت الهمزة انتقلت حركتها التي هي الكسرة إلى اللام فصارت الإحرام. بعد ذلك همزة الوصل ما جيء بها إلا لعدم الابتداء بساكن، لأن همزة الوصل ليست أصلية في الكلمة، وإنما يؤتى بها لأن العرب لا تبدأ بساكن. فلما كانت الكلمة الإحرام لا يمكن أن نبدأ هكذا بالساكن الإحرام، فيجاء بهمزة الوصل. لكن الآن اللام صارت متحركة لم تعد ساكنة، فهمزة الوصل لم تعد ضرورية فجاز إسقاطها، فيجوز أن تقول الإحرام، يجوز أن تقول الإحرام ويجوز أن تقول الإحرام. ولذلك قال هنا الإحرام. الإحرام ما هو؟ هو نية الدخول في الحج، وينبغي أن نفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام وترك محظورات الإحرام. هذه أشياء فرعية. يعني بعض الناس قد يظن أننا حين نقول الإحرام ركن أننا نقصد بذلك اللباس المخصوص، الإزار والرداء، أو ترك المحظورات من التطيب وقص الأظافر ونحو ذلك. لا، هذه أشياء فرعية متعلقة بالإحرام. لكن الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في الحج. فالحج إنما ينعقد بالنية. هذه النية هي قلبية في الأصل، النية قلبية كما لا يخفى عليكم في العبادات كلها. لكن في الحج الصحيح أن هذه النية ينبغي أن تقترن بقول أو فعل، بقول كالتلبية، أو بفعل كمثلا أن يتوجه إلى الطريق ونحو ذلك. إذن هنا في الحج يتميز عن غيره من العبادات بأنه لا يكتفى بهذه النية القلبية، وإنما ينبغي أن يزاد عليها شيء آخر وهو قول أو فعل. والأرجح هو هذا القول، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الصحابة رضوان الله عليهم. التلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو غير ذلك من صيغ التلبية المعروف. أو أن يقول مثلا لبيك عمرة أو لبيك حجة ونحو ذلك. ولا يقول يعني في التمتع بعض الناس يظن أنه ينبغي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. لا، ما يحتاج، إنما يقول لبيك عمرة، فهو يهل بالعمرة فقط. وبعد ذلك حين يأتي يوم الثامن من ذي الحج هذا يهل بالحج. جيد. إذن الصحيح من المذهب أن الإحرام لا ينعقد بالنية القلبية فقط، ولكن لا بد من قول كالتلبية أو فعل يقصد به الحج كالتحرك نحو الميقات ونحو ذلك. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، يعني أحرم، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي حديث ابن عمر أيضا عند مسلم أنه قال إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. مفهوم؟ فهذه كلها أحاديث وهي كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم. بعد ذلك وسيأتي ذكر الأشياء التي تلحق بالإحرام فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الإحرام والسعي. السعي معناه السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ثم من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر، وهكذا إلى أن يتم 7 أشواط. ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح،
وهذا الركن لم يجمع العلماء عليه، لكن عند المالكية هو ركن. دليل ذلك قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا الحديث هذه الآية واضحة في هذا المعنى الذي هو إثبات قضية السعي بين الصفا والمروة. وأيضا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب أن عروة سأل عائشة رضي الله عنها فقال: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما. بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى فلا جناح، والجناح ما هو الإثم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا بأس عليه أن يطوف بهما. فيقول عروة: فما أرى على أحدنا جناحا ألا يطوف بهما، بمعنى أن الآية تدل بحسب فهمه رحمه الله تبارك وتعالى على أن السعي يعني ليس من الواجبات. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، لأن عروة هو ابن أسماء ذات النطاقين، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها الآن ستذكر سبب النزول وبه يفهم معنى الآية، ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. فتقول إذن معنى الآية هو رفع الجناح عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتحرجون في جاهليتهم من الطواف بين الصفا والمروة. وأيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله، يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واسعوا هذا أمر وهو يدل على الوجوب، ويتأكد ذلك بقوله: فإن الله كتب عليكم السعي، هذا يخبر عن الوجوب بلفظ مؤكد جدا. لكن الحديث في الحقيقة إسناده فيه ضعف، وبعض العلماء يحسنه بطرقه. وعلى كل حال إن صح فهو يدل على وجوب السعي. وأيضا لأن السعي من يعني شعار من شعائر الحج والعمرة، لا يخلو عنه الحج والعمرة كما يقول ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، فكان ركنا كالطواف، يعني قياسا له على الطواف. هذا معنى السعي، ونقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا بإذن الله عز وجل نواصل شرح ما تبقى من أركان الحج، ثم ننتقل إلى واجبات الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.